أهلا بكم. خلاص قرب ينتهي شهر رمضان الكريم، وقرب يخلص سباق الدراما الرمضاني لرمضان 2026، واللي بالفعل خلص منه مسلسلات النصف الأول من الشهر الفضيل، واللي كان فيها تباين بين الجيد اللي يستحق الإشادة وبين المتوسط. كلامنا النهاردة هيكون عن مسلسل كان يا مكان، واحد من المسلسلات اللي لها تأثير واضح على المشاهدين، واللي بنهاية الحلقة الأخيرة منها أثارت موجة من الجدل والتباين في الرأي ما بين مقتنع ومعجب بنهاية المسلسل، وما بين اللي شايف إنها نهاية محبطة ومخيبة جدا للآمال. وتعالوا مع بعض نتكلم شوية عن مشكلتي مع مسلسل كان يا مكان. مسلسل كان يا مكان من بطولة الميجا ستار ماجد الكدواني، والنجمة يسرى اللوزي، والواعدة ريتال عبد العزيز، مع كوكبة من الفنانين جمعت نهى عابدين، يوسف عمر، جلا هشام، آلاء علي، وحنان يوسف، وعرفة عبد الرسول، ومشاركة شرفية لهاني عادل ونور محمود، ومن تأليف شيرين دياب وإخراج المخرج كريم العدل. المسلسل بيتناول حياة أسرة دكتور مصطفى طبيب الأطفال اللي بيلعب دور المبدع ماجد الكدواني، وزوجته داليا اللي بتلعب دورها الفنانة يسرى اللوزي، وبنتهم فرح اللي بتلعب دورها ريتال عبد العزيز. بنتفرج على حياة هذه الأسرة بعد ما بتقرر داليا الانفصال عن مصطفى بعد 15 سنة زواج نتج عنه حياة كاملة وابنة في عمر المراهقة. وبنشوف تبعات هذا الانفصال على جميع الأطراف، وخاصة بنتهم فرح، مع شوية قصص جانبية بتحصل لعائلاتهم من حواليهم، وتتوالى أحداث المسلسل. مشكلتي مع هذا العمل هو ظهور الكثير من علامات الاستفهام عندي كمشاهد أثناء تجربة مشاهدة العمل. الكاتبة شيرين دياب تعاملت مع سير الأحداث بمنطق الأبيض والأسود، وما سابتش ليا كمشاهد مساحة رمادية أقدر أقف عليها بين بطلين القصة الأصليين دكتور مصطفى وداليا، وأقرر أختار أنحاز لأي جانب فيهم. بالعكس، الكاتبة بإيديها وجهتني إني أنحاز وآخد صف دكتور مصطفى وأتعاطف معاه كليا، وأزعم إني ربما أكون تعاطفت معاه يمكن أكتر من بنته. ده من وجهة نظري بسبب منطق الأبيض والأسود اللي ذكرته قبل شوية. فالعمل أبرز ليا كل مميزات دكتور مصطفى، مع الإشارة لبعض العيوب البسيطة اللي ممكن تعدي، واللي بنشوفها في كتير من الناس اللي حوالينا في حياتنا اليومية. على سبيل المثال إن عنده لمحة من النمطية، إنه شخص هادئ جدا لدرجة إنه بيتعامل مع مشاكله بالصمت، إنه برغم من فرق العمر الواضح بينه وبين داليا إلا إنه يبدو أكبر من سنه بسبب طبيعة مظهره وشكل جسمه ولياقته. وهكذا من أمور اللي ربما تكون عند بعض الناس لا تعد حتى من العيوب، واللي بالمناسبة مع سياق الأحداث اتعالج جزء كبير منها. فشفناه يبدو أصغر سنا لما غير طبيعة مظهره، شفناه بيغضب ولو حتى مش كتير، شفناه بيخرج عن نمطيته بمساعدة اللي حواليه، بعكس الطريقة اللي اتكتبت بيها شخصية داليا على الورق، إبراز كامل لعيوبها دون ذكر أي مميزات تترك أثر عند المشاهد. فهنجد إنها طلبت الانفصال بطريقة وفي وقت كان غير مناسب على الإطلاق ومحرج وجارح جدا لمصطفى. كان الحدث في عيد ميلادها في وجود كل أسرتها وأسرته وأصدقائهم. كمان هنلاقي إنها إنسانة سيئة القرار جدا. كل قرار والطريق أخدته بعد الانفصال أدى في النهاية لمشكلة أو صدمة، فضلا عن إنها إنسانة بتتعالج من الاكتئاب من 7 سنين كاملة لشعورها بعدم السعادة. طيب إيه الأسباب؟ الكتابة ما جاوبتش لينا على الموضوع ده. طيب إيه كان شكل حياتها كزوجة؟ ومصطفى كزوج يا ترى كان عامل إزاي؟ برضه مفيش إجابة. طيب هل تسلل الملل الزوجي بينهم؟ يمكن، لكن ده مش واضح في الأحداث. هل هي كانت بتفكر في تجاربها السابقة قبل زواجها من مصطفى؟ احتمال، ولكن مش أكيد. كمان داليا برغم من انفصالها الهادئ ورد فعل مصطفى معاها اللي كان هادئ أيضا، إلا إنها سابت أمها اللي بتلعب دورها الفنانة حنان يوسف هي اللي تقود الأمر، وتبدأ في أذية مصطفى بكل الطرق، وبضعف شخصية شديد من داليا وسكوتها عن كل اللي تسببت له أمها لمصطفى. في العادة الدراما بتعالج لنا ده عن طريق الفلاش باك أثناء سير العمل، عشان نعيش ولو دقايق معدودة حياة داليا مع مصطفى ونشوف، يمكن نتعاطف معاها أو على الأقل نرى الأمر بشكل يكون فيه شيء من المنطق، أو حتى نشوف حوارات بين بنتهم اللي في عمر 15 عام مع صديقتها في المدرسة بتحكي فيه عن شكل أسرتها. لكن البنت كانت تبدو إنها سعيدة، وبالتالي هي عايشة في بيت هادئ وأسرة مترابطة، خاصة وإنها وحيدة مفيش عندها إخوات.
شفنا مصطفى بيتعامل ازاي مع كل مشاكله. لما عرف ان شريكه وزوج اخته بيخونها اللي بيلعب دوره يوسف عمر، فضل التعقل والسكوت والتدخل في الوقت المناسب. وحتى مع وجود لمحة من الاهتمام المتبادل بينه وبين دكتورة مها اللي بتلعب دورها الفنانة نهى عابدين، فضل عدم التعجل والدخول في علاقة ربما إن حياته ترجع طبيعية ويرجع لبيته تاني، بعكس داليا اللي انخرطت في علاقات بتحمل سمات المراهقة المتأخرة، فحاولت الدخول في علاقة مع جارها القديم قبل جوازها اللي بيلعب دوره هاني عادل، واللي طلب منها إنهم يتصاحبوا فقط. ثم لما الصدفة جمعتها بزميل الجامعة اللي بيلعب دوره نور محمود اللي كان فيه بينهم مشروع ارتباط سابقا، برضه جريت عليه، واللي في النهاية طلب منها إن زواجهم يكون عرفي. وبسبب سوء القرارات قدرت تقنع بنتها إن والدها تسبب في محاولتها للانتحار، وبالتالي حصل جفاء بين دكتور مصطفى وبنته أدى إلى إن البنت تختار تعيش مع أمها وتوقف الاتصال مع والدها. كل ما سبق هي المشاكل الاجتماعية الدارجة اللي بتتبع مشكلات الطلاق، دون أن يضيف المسلسل أي جديد يذكر، لحد ما بتيجي الحلقة الأخيرة اللي بتعترف فيها داليا إن كل قراراتها كانت غلط، وإنها هدمت البيت من غير ما تقصد، وإنها فقط كانت بتبحث عن السعادة. وهنا يطرح سؤال منطقي عندي كمشاهد، الحقيقة أكتر من سؤال. أولا، ليه داليا ما حاولتش تقعد مع مصطفى للنقاش والتفاهم وإيضاح الأمر؟ بالتالي ده يخدم الدراما ويعزز من تجربة المشاهدة، لأنه هيخليني أنا كمشاهد واقف على الحياد بين طرفين الأزمة، وأنا اللي اختار أروح لصف مين. المسلسل عرض كل المشكلات النمطية المعروفة في مثل هذه المواقف، وخلانا نشوف كمان إن كل اللي حوالين داليا ومصطفى بيحاولوا يساعدوهم، إلا إن ولا مرة حد فكر ينصحهم بالجلوس مع بعض والنقاش ووضع تصور واتفاق ملزم ليهم لشكل الحياة بعد الانفصال وعلاقتهم ببنتهم هتكون إزاي. فضلا عن دور الطبيبة النفسية الغامض بالنسبة ليا، هل على مدار 7 سنين ما فكرتش تطلب رؤية مصطفى؟ هل داليا كانت رافضة ده؟ هل مصطفى كان عارف إنها بتتعالج من الاكتئاب، ولا داليا عملت ده بشكل سري؟ وفين دورها كطبيبة في تجربة انفصال داليا؟ علامات استفهام كتير وثغرات في السيناريو أضعفت من سير الأحداث ووجهتني كمشاهد إني أنحاز لجانب مصطفى، لأنه الجانب الأوضح كتابيا ليا كمشاهد. ثانيا، لو داليا حست فعلا بالذنب وإنها هدمت كل شيء بعناد وقرارات خاطئة، ليه وصلنا بقى لجلسة تخيير لبنتهم تختار تعيش مع مين؟ ليه أحط بنتي في الموقف ده برغم من إني ندمانة وعارفة إن مصطفى عادة بيجنح للسلم ومش بيحب المشاكل؟ الأولى إن داليا كانت تناقش معاها في وجود مصطفى بعيدا عن المحاكم. ثم نأتي للاختيار الأسهل دراميا، وهو إن المسلسل يقفل على نهاية مفتوحة في علامة استفهام جديدة. يا ترى فرح اختارت تعيش مع مين؟ أنا مدرك إن الفن مش دوره يحل المشكلة، الفن هو ضمير الشعوب ومراية المجتمع، كل دوره هو إبراز المشكلة وعرضها، ويترك بعد كده الرأي العام يضع الحل. لكن للأسف الشديد المسلسل لم يقدم جديد ولم يعرض المشكلة كما يجب. في النهاية أنا خرجت من تجربة المشاهدة معجب جدا بكل الأداءات التمثيلية من الجميع، لكن عندي شعور بإني خدعت. أداء تمثيلي مبهر بيغطي على سيناريو مليء بالثغرات والأمور اللي بتحصل دون سبب واضح، وأعتقد إن الغالب الأهم راح لناحية الدكتور مصطفى وتعاطف معاه، بعكس داليا اللي شخصيتها مليئة بالتفاصيل اللي كتابيا ظلمت جدا وطلعتها بالصورة المؤذية اللي ظهرت عليها. تقييمي مع الأسف للمسلسل هو 5/10. خلص كلامنا عن النهاردة عن مسلسل كان يا مكان. لسه عندي حكايات كتير عن الفن والسينما أحب جدا أشارك حضراتكم بيها. لو عجبتك الحلقة اعمل لايك وشير واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك جديدنا، ومستني آراء حضراتكم تحت في الكومنتات عن المسلسل. كان معاكم أحمد مرعي من قناتكم قناة صوت السينما. يومكم سعيد وسلام.